اضربها هتتعدل. بجد يما؟ يا واد شغل الفلاحين ده انا عارفاه، اضربها من اولها عشان ما تاخدش عليها. بس هي يعني ما عملتش حاجة، وهي لما تسيبك جاي مهدود حيلك من الشغل وتخش تنام تبقى حاجة عادية، ما تبقاش اهبل يلا. بس دي شكلها تعبانة، شغل النسوان ما يتخباش عليا. اطلع علمها الادب وتعالى قولي عملت ايه. يلا انت لسه قاعد؟ طلع رزع الباب، دخل اوضة النوم، كانت هي نايمة بتعب، ونادى بصوت عالي: سندس، انت يا هانم. فتحت عينيها بتعب. في حاجة يا سامي؟ في حاجة؟ ما تقومي تكلميني بدل نومتك دي، ولا اهلك معلموكيش ان دي قلة ادب؟ اتعدلت رغم تعبها باستغراب لكلامه وطريقته الهمجية. ايه حصل؟ ايه بس؟ انا عملت ايه؟ نايمة ولا كأن في طور طاحن نفسه علشان يطفحك اللقمة ولا على بالك؟ ما هنش عليكي تقومي تسأليني عملت ايه؟ ما انت عارف اني تعبانة وكمان بتردي عليا. وضربها على وشها من غير اي سبب، بينفذ طلب مامته رغم انها ما عملتش حاجة. قامت وقفت وهي يدوب عارفة تسند نفسها، وقالت بألم ما بقتش قادرة تحدد سببه، هل ألم بسبب الكف اللي أخدته ولا ألم بسبب تعبها. عينيها دمعت. حرام عليك يا سامي، ما كانش حتة يوم اللي نمت فيه، أموت نفسي يعني ولا إيه؟ قرب منها ومسك شعرها. ردي كمان ردي، شكلك بتحب الضرب والإهانة. رجعت قعدت على السرير وقالت وهي بتحط إيديها على بطنها: عشان خاطري أنا تعبانة دلوقتي. ما يكدبش لو قال مش قلقان، بس اتفاقه مع أمه والجو اللي عمله من شوية ما ينفعش يتراجع فيه. بصلها باستهزاء وقال لها: لا ألف سلامة عليكي والله. انت ليه بتعمل كده؟ أول مرة تمد إيدك عليا. عملت إيه أنا؟ ولعلمك مش آخر مرة، خدي من ده كتير الفترة الجاية. وطت راسها بكسرة وهو سابها ونزل لمامته اللي كانت بتتفرج على التلفزيون وبتاكل لب، ولا على بالها السم اللي حطته في راس ابنها من شوية. نزلت رجليها اللي كانت رفعاها على كرسي قدامها وقالت بسرعة وهي بتسيب اللي في ايديها: ها عملت ايه؟ ضربتها زي ما قلتي. وهي عملت ايه؟ كانت تعبانة فما عملتش. طبطبت على رجله. جدع، ابدأ بقى واحدة واحدة، اسحب منها اي حاجة بتحبها. يا ولا بتبصلي كده ليه؟ عشان تفضلك. حاجة بتحبها زي ايه يما؟ مرة التليفون، مرة تشيل فيشة التلفزيون كده يعني، واوعى تصعب عليك، اوعى تخليها تتمسكن لما تتمكن، اوعى. هز راسه بموافقة واقتنع ان ده الصح علشان تفضله. طلع تاني وسمع صوت عياطها اللي حسسه بندم. دخل وقف قصادها وهي حست انه هيعتذر، لكن خاب املها لما قال وهو بيشد الغطا من عليها: كمان مش هتنيل اعرف انام؟ هات البطانية دي هاتي، جوازت الندامة بصحيح. اتكورت مكانها وهي خافية وشها عنه، وهو خرج نام بره بلا مبالاة. مسكت تليفونها بحذر وبعتت رسالة لشخص وهي كاتمة صوت عياطها. تاني يوم صحيت على صوته العالي: طبعا هستنى تقومي مثلا تعتذري عن اللي عملتيه؟ لا كده كتير يا سامي، انا عملت ايه لكل ده؟ الله الله، لا مش بتردي بس، ده بجاحة كمان. سكت لحظة قبل ما يقول وهو بيمد ايده: هاتي تليفونك. شدت تليفونها ومسكت فيه بكل قوتها، وهو قرر بعصبية وبيقرب منها: هاتي المخروب ده كده عشان ما مدش ايدي عليكي تاني. شده منها بالعافية ونزل لشغله، لكن قبل ده عدى على مامته اللي قالت أول ما شافته: قال لي هي ست سندس فين؟ أنا جعانة وهي لسه ما نزلتش فطار. قعد جنبها ومد ايده بتليفونها وقال بسخرية: ولا ليا وحياتك. مسكت التليفون وبدأت تقلب فيه بعد ما لقت انه من غير باسورد وهي بترد عليه: اوعى تكون سكات. بصلها بطرف عينه وقام وقف من غير ما يرد عليها: انا ماشي.
مشي وسابها وهي رمت التليفون وقالت بضيق: هعمل ايه بيه وانا ما بقراش؟ عدى شوية وسمعت صوت خبط على الباب، بعدها صوت رجولي: افتحي يا ام البغل. عينيها وسعت بصدمة وقامت بسرعة وهي بتشتم: بغل مين يا قليل الربا؟ قطعت كلامها لما فتحت ولقت قصادها اخو سندس. بصلها من فوق لتحت: فين سندس؟ فوق، ردت بتوتر كعادتها قصاد حسام اخو سندس، لانها عارفة قد ايه هو عصبي ومحذرهم كذا مرة ان سندس اخته خط احمر. طلع وهي مسكت تليفونها بالزراير اللي متسجل عليه رقم سامي ابنها، وكلمته وفي دقايق كان بيخبط وداخل بسرعة لجوه. ما سمعش كلامها وطلع لفوق على طول. دقايق وسمعت صوت سندس وهي بتصرخ. طلعت فوق بسرعة، كان الباب مفتوح، فشافت حسام اللي كان نايم على سامي وحاطط على رقبته حاجة معرفتش تحدد هي سكينة ولا مطوة. حاولت تشده من عليه، وكذلك سندس اللي كانت خايفة على أخوها لا يعمل حاجة ويودي هو نفسه في داهية. أما حسام فما كانش واعي لأي حاجة غير إن أخته اتضربت ومن غير سبب. كان مثبت الآلة لحد على رقبة سامي والتاني بيبلع ريقه بخوف. قام حسام لوى دراع سامي لورا وقال وهو حاطط الآلة على إيده من عند الشريان بتهديد: إيدك دي اللي ضربتها صح؟ شدته سندس بسرعة بكل قوتها لحد ما وقع بعيد عن سامي اللي لم رجله لورا وقام وقف بسرعة. وقفت قصاد أخوها وقالت بصوت عالي وهي بتصرخ: فوق يا حسام بالله عليك، هتروح في داهية. شال الآلة في جيبه وقال وهو بيوجه كلامه ليها وعينه ثابتة على سامي اللي أمه قاعدة بتطمن عليه: خش البسي علشان هتيجي معايا. بصت له بقلق إنه يعمل حاجة تاني أو يجي جنب سامي، وهو قرر بنبرة قوية: يلا يا سندس. دخلت لبست أول حاجة قابلتها وخرجت بسرعة. كان حسام قاعد قصاد سامي وأمه متصربع وبيتكلم معاهم بنبرة تهديد: أنا واحد صايع يا أم سمسم، فلم ابنك عشان صياعتي ما تطفحش عليه. قام وقف لما شاف سندس وقال آخر كلامه: هنستنى البي يجي علشان يطلقها، غير كده رجلك ما تعتبش البيت عندنا. أخدها ومشي، وسامي وقف زعق بعدها وكأنه كان مستنيه يمشي: خفت أنا كده يعني، وربنا لو اوريك يا حسام جاي تتبلطج عليا في بيتي يا اخرس خالص، حتة بق بيتكلم ياض. وصل حسام مع سندس للبيت، دخل ورحبوا بيهم. حطت مامته صينية عليها شاي وقالت وهي بتبص لسندس: أمال فين جوزك يا بت؟ سندس هتتطلق يا ماما. وقف أبوهم قصادها وضربها قلم على وشها رغم إنها ما نطقتش، للمرة التانية على التوالي تتضرب بدون ذنب أو سبب. قام حسام وقف بسرعة قصاد باباه وقال بصدمة من اللي عمله: بابا اوعى كده لما اشوف اللي الهانم عملته تخليها توصل للطلاق، ما هو سامي هيعمل ايه مثلا؟ سندس عينيها دمعت وقامت وقفت قصاد حسام اللي كان يعتبر حميها من ابوها وقالت: ضربني من غير سبب يا بابا، المفروض تسمعني. اسمعك ايه يا امو؟ اسمعك؟ هو الكلام ده فيه ايه يتسمع؟ انت تقومي تاخدي بعضك وترجعي حالا بيت جوزك، هي ناقصه فضايح؟ مش كفايه متجوزك وانت ام 26 سنه؟ حسام ما كانش مستوعب كلام ابوه بالمره، كان مفكر انه هيقف مع اخته ويروح على الاقل يكسر ايد اللي ضرب بنته، لكن رد فعله صدمه. قال حسام وهو بيزعق المره دي: يعني ايه يعني 26 سنه؟ وبعدين فين الفضايح في الطلاق؟ هتعيش غصب عنها معاه يعني ولا ايه؟ ما تتكلمي يا امي. امه كانت ساكته من ساعه ما سمعت ان بنتها هتتطلق، رفعت راسها ليه وما نطقتش. وابوها رجع يزعق تاني: ما قلت اوعى يا حسام، خليني اربيها من جديد السفله دي. وبعدين ما امك اهي، كنت بتشوفيني وانا بضربها ولا لا؟ شفتيها سابت البيت في مره ولا قالت هتتطلق؟ بقولك ايه، عقليها البت دي لحسن افشفشها في ايدي. حسام مسك ايد اخته وقال وهو بيشدها معاه:
أنا هتصرف أنا، بما إنك يا أبوها مش هتعمل حاجة. البت دي لو اتطلقت بمساعدتك يا حسام لن تبني ولا أعرفك، ويبقى ساعدها بقى يا سبع. ما اهتمش لكلامه وأخدها ومشي. كانت ساكتة معاه طول الوقت وهو سايق العربية بعصبية. ركن عربيته تحت بيته ونزل وهي وراه. فتح بالمفتاح ودخل قعد، واستقبلته مراته اللي ابتسامتها تلاشت لما شافت سندس، والدم غلي في عروقها أكتر لما قال: سندس هتقعد معانا شوية يا نيرة، عندها مشكلة هحلها بعدين، لو هي حابة تقعد في بيتها تبقى تروح. بصت لسندس اللي حست بعدم راحة في نظراتها. طبعا تنوري يا حبيبة قلبي. سابهم وقام دخل الأوضة، ونيرة مراته قعدت جنب سندس وقالت: قوليلي يا حبيبتي، انتي هتقعدي هنا ليه؟ قصدي هتقعدي في بيتي ليه؟ أنا مش قصدي حاجة يعني، انتي في عيني وعلى راسي، بس أنا برضو أحب أعرف ضيفي هيقضي معايا كل الوقت ده ليه؟ كانت بتتكلم بقلة ذوق عن قصد، يمكن بالطريقة دي تعرف تخليها تتراجع وتمشي. ردت عليها سندس بهدوء وهي بتفرك كفوفها مع بعض: حصل مشكلة بيني وبين سامي وهتنتهي بطلاقنا. وهي كل واحدة تتطلق تروح ترمي بلاها على أخوها؟ حست سندس بإحراج من كلامها ونظراتها، ونيرة قربت منها وقالت بصوت واطي: عملك إيه سامي يعني يوصل للطلاق؟ ولا أنت اللي عملتي؟ أنا ما عملتش حاجة، هو ضربني. يا لهوي، بس هو كان اختيارك من الأول برضو يا سندس يا حبيبتي. نفت سندس وهي بتهمس لنفسها: اختيار أهلي. بصي بقى معلش نامي على الكنبة هنا، أصل محمد ألبومه نايم في أوضة الأطفال. أكيد مش هجيبك تنامي معايا أنا وحسام يعني. هزت سندس راسها وهي سابتها وقامت بعد ما قالت بصوت واطي كانت قصده يوصل لها: الواحد لاحق مصاريف على نفسه لما يصرف على نفر كمان. ابتسمت سندس بوجع وإحساس إن مفيش حد بيحبها ولا متقبل وجودها. بصت على باب البيت وبكل هدوء قامت فتحته ونزلت. فضلت ماشية في الشارع لمدة ساعة. كان المغرب أذن وهي مش عارفة تروح فين، عند جوزها وأمه اللي ممكن يقتلوها أول ما يشوفوها، ولا عند أبوها اللي مش ناولها على خير هو كمان، ولا عند أخوها ومراته اللي مش طايقاها. كانت ماشية بتفكر في كل ده لما حست فجأة بخطوات ماشية وراها، ودلوقتي بس حست إن الشمس غابت والليل ملا المكان، فغمضت عينيها بتستنجد بأملها الوحيد: ربنا. فضلت ماشية رغم الخطوات اللي لسه ماشية وراها، بس إحساسها بالخوف كان زي ما هو مقلش وزاد أكتر لما سمعت صوت خطوات تانية. سرعت من خطواتها لحد ما حست إن الصوت ما بقاش موجود، فلفت تتأكد إنها في أمان وما لقيتش حد. هي متأكدة إنها سمعت خطوات حد ماشي وراها. لفت تكمل مشي، اتفاجئت بشخص ما قدامها. رجعت لورا بخوف: انت مين؟ انتي سندس أخت حسام صح؟ وانت مالك؟ انا معرفش مين ده، وبعدين انت تعرف حسام اخويا منين؟ بصلها بغباء من كلامها اللي مش مترتب بالمرة، وهي لاحظت اللي قالته فقالت بخوف: ايوه انا اخته، لو سمحت عديني عايزة امشي. اسف لو خضيتك، انا شفتك كام مرة وانا مع حسام، انا عبد الرحمن صاحبه. ما ردتش عليه وكملت طريقها. وقفت مكانها تاني لما فكرت انه ممكن يتكلم مع حسام اخوها وبالتالي ممكن يلاقيها. رجعت المكان اللي هو فيه: لو سمحت. اهلا تاني. انا يعني انا بص عايز اطلب طلب من حضرتك. طبعا اتفضلي. ما تقولش لحسام انك شفتني، بص كأنك ما تعرفنيش. استغرب طلبها جدا فقال بصوت واطي: في حاجة ولا ايه يا سندس؟ انا زي جوزك، قصدي زي اخوكي، قوليلي لو محتاجة مساعدة. استغربت صوته اللي وطاه وردت: مش محتاجة منك غير انك تنفذ الطلب اللي طلبته ده، لو سمحت حسام ما يعرفش اي حاجة.
طيب تمام براحتك. هي ابتسمت براحة وكملت طريقها. أما عبد الرحمن فطلع تليفونه على رقم معين وقال وهو بيحطه على ودنه: حسام، ازيك يا حبيب أخوك؟ رجعت سندس تكمل طريقها بتحاول تفكر هي هتقضي الليلة دي على الأقل بس فين. ندمت إنها اتسرعت وخرجت من عند أخوها. فكرت إنها كان ممكن تقضي ليلة واحدة بس على الأقل، أحسن من مشيها في الوقت ده بدون أي خطة. كانت هتيجي على نفسها وتستحمل كلام نيرة أفضل من اللي هي فيه دلوقتي 100 مرة. رجعت حست بخطوات ماشية وراها، لكن المرة دي لفت وشها علشان تشوف مين. اتفاجئت بنيرة قصادها بتبتسم بسماجة وهي بتقول: ها، عرفت دلوقتي هو عايز يطلقك ليه؟ تلاقيه عرف انك دايرة على حل شعرك. انتي ماشية ورايا ليه يا نيرة؟ مش كفاية كلامك اللي زي السم اللي سمعتيهولي وانا هناك؟ جاية تكمليه؟ حرام عليكي. انتي فاكرة اني هنام في البيت وانتي فيه يا سوسو؟ انا وراكي من ساعة الباب ما اتفتح يا روحي. اصل سوري مش هأمنك على بيتي يا سكر. الله الله الله، مالك يا ام محمد ومال سندس اخت صاحبي؟ لفوا لعبد الرحمن اللي جه من ورا نيرة وهي ردت عليه: وانت مالك؟ روح كمل طريقك، كده كده مش هتقدر تعمل حاجة ولا حسام هيصدقك. رفع تليفونه وقال: اصل لا مؤاخذة يعني ما تربتش وصورتك صوت وصورة. انت مالك؟ بتتدخل ليه في اللي مالكش فيه؟ انت اللي ليه بتعملي كده فيا؟ اذيتك في ايه يا نيرة؟ طول عمري بحبك وعمري ما عملتلك حاجة. انا شايلة منك قوي يا سندس ومعبية، ولو فتحت صدقيني محدش هيسكتني، فخليني ساكتة احسن. لا تخليكي ساكتة ليه؟ اديني نورت وعايز اسمع كل حاجة حالا. لفوا للصوت واللي ما كانش مصدره غير حسام اللي قرب وقف جنب أخته وصاحبه قصاد نيرة اللي قالت بتوتر وهي بتمسكه من دراعه: حسام، يلا يلا نمشي على البيت. شد دراعه من بين ايديها وقال بعصبية: احنا فعلا هنمشي بس مش على البيت. هات سندس وتعالوا ورايا يا عبدو. شدها ومشي وهو بص لسندس وشاور على الطريق بدراعه وهو بينحني: بعد سمو الأميرة. ربعت ايديها وقالت وهي بترفع حاجبها: حسام عرف مكاني منين يا عبدو؟ قوليلي يا بودي أحسن. كمل وهو بيسبقها لقدام وهي ماشية وراه: وبعدين ما تسمعيش عن الصدف، أخوكي صادف وشافنا. عارف مكاننا؟ لا سبحان الله بجد، شفتي؟ يخرب بيته الظلم يا شيخة. وقف حسام قصاد مكان الناس اللي ماشية فيه أحسن من اللي كان فاضي من شوية. شاور لعبد الرحمن وسندس، فلف عبد الرحمن لسندس اللي كانت بتتكلم بانفعال: أنا ليه حساك كلمته يا اسمك ايه انت؟ بتكلمه ليه؟ ها؟ اسمي ايه؟ بقولك تقوليلي بودي، تقوليلي يا اسمك ايه؟ أما انت حتة. ترقبت باقي كلامه فقال وهو بيسبقها الحسام: قمر، حتة قمر يا بنت يا سنسن. عينيها وسعت بصدمة وقربت من أخوها اللي قال وهو بيبص لنيرة بعصبية: انطقي بقى، عملت لك ايه سندس يا نيرة؟ عملت ايه؟ قولي ما عملتش ايه؟ من أيام الخطوبة كانت هي محور اهتمامك. يلا نخرج يا حسام، استنى جيب سندس تغير جو. كل خروجة سندس كانت تبقى فيها، لو جبتلي هدية لازم تجيب لها هي كمان. حتى بعد ما اتجوزنا بقيت تجيبها كل أسبوع البيت بحجة إنها وحشاك. حتى النهاردة كنت هتخرجني أنا ومحمد، بس سبتنا ونزلت من غير ما تقول السبب. أتريها الهانم. مال عبد الرحمن على ودن سندس وقال من غير ما حد ياخد باله: يا كيدهم انت يا جميل. بصت له بصدمة وهو اتعدل لما حسام قال: خلصتي خلاص؟ أختي دي هفضل أعملها زي ما بعملها معاكي دلوقتي، أختي الوحيدة وهتفضل زي بنتي، مش مجرد أختي. مهما قلتي ومهما عملتي كل الاهتمام ده بهتمه من قبل ما أعرفك،
هاجي اوقفه عشانك دلوقتي؟ اختي كانت واقعة في مشكلة ونزلت علشانها، ما انا بخرجكم كل اسبوع ومن غيرها، جات يعني على يوم يا نيرة؟ ما كنتش اعرف ان تفكيرك سطحي قوي كده للأسف. مشي وسابهم التلاتة، وسندس قربت منها وقالت وهي بتطبطب على كتفها: روحي معايا نيرة، انا مش جاية صدقيني، هروح عند بابا وماما. سابتها ومشيت، وحسام لف تاني لما سمع كلامها: سندس، انت هتيجي معايا حالا، هتيجي بيتي. حسام بالله عليك ما تقاطعني، انا هروح عند ماما وبابا، انت بنفسك هتوديني، وروح بعد كده مع نيرة، هي جميلة والله، فحاول تراضيها. مع إصرارها وافق، وهي وقفت قصاد عبد الرحمن وقالت: شكرا يا اسمك ايه، بس في حاجة، هو لقاك النهاردة كان صدفة يا عبد الرحمن؟ كمل وهو بيغمز وبيسيبها ويمشي. او مش وصلها حسام بالعربية اللي كانت فيها مع نيرة. وصلوا البيت وهي نزلت من العربية وطلعت، يدوب كان لسه هيتحرك بالعربية، بس صوتها وهي بتجري على السلم وبتصرخ وقفوا مكانه بخوف. وهو بينزل من العربية، نزل من العربية وساب نيرة اللي حست بخوف عليها رغم إنها مش بتحبها. قابل حسام سندس على السلم، وكانت بتجري وهي بتبص وراها بخوف. حجابها كان راجع لورا كأن حد شدها منه، ايديها على وشها وبتعيط. شافت حسام وكأنها ما صدقت تلاقي حد تتحامى فيه. كانوا واقفين على مدخل العمارة فشافتهم نيرة اللي صعبت عليها جدا. شاورت سندس على فوق وقالت وهي بتعيط: سامي، بابا عايز يوديني معاه بالعافية يا حسام، مشيني والنبي. لحظات وشاف سامي اللي نازل بيجري وراها، وصوت أبوه بيزعق: هاتها يا سامي، هاتها بنت الكلب دي. شاور لسندس على العربية وقال وهو بيبص ناحية سامي اللي سبت مكانه بنظرات مرعبة: روحي شوفي العربية عايزة منك ايه كده. بصت على سامي اللي حست انه خاف لما شاف حسام، ونفذت طلبه وراحت العربية. شافتها نيرة اللي حست انها فعلا بتعاني في حياتها، ونيرة متابعاها في المراية بحزن. أما عند حسام طلع كام سلمة لحد سامي: حذرتك، حذرتك، قلتلك ملكش دعوة بيها وما سمعتش كلامي. صح، بقى واقف قصاده بالظبط، مفيش بينهم غير يدوب سلمة واحدة. فكمل حسام وهو بيضربه في وشه: يبقى تستاهل ضرب البلغ مش الجزم. وقع سامي على السلم وإيده على وشه، وحسام شد ووقفه تاني وهو بيجره على السلم. وقف قصاد شباك سندس وقال وهو بيزق سامي اللي وقع على الأرض: ترمي عليها الطلاق حالا. مردش عليه سامي فضربه برجله في ظهره: اخلص يا عمهم، مش هنبات هنا يا حيلتها. سمع صوت أبوه من وراه بيزعق: حسام. نعم. قرب منهم وقال وهو بيزق حسام بعيد عن سامي: ملكش دعوة. بص لسندس وكمل وهو بيبرق بعينيه بشكل خلاها تخاف: انزلي عشان ما نزلكيش بالعافية واعمل فضيحة لنفسي في الشارع هنا. قرب حسام من شباك سندس وقال لها حاجة بصوت واطي ما سمعهاش غيره. بعدها وقف قصاد أبوه: معلش يا حاج، انت ابويا وعلى عيني وعلى راسي، بس اللي انت بتعمله ده اسمه ظلم، ومش بتظلم حد غريب، دي بنتك. بيقولوا البنت قرة عين ابوها. خبط ابوه على كتفه وقال بتهديد: طب ابعد يا حسام، ابعد واتقي شيطاني. بصت سندس على الطريق، لقت عبد الرحمن جاي من بعيد. وقف جنب حسام اللي كان ظهره لشباك سندس وقال وهو بيدندن وبيبصلها: غريبة الناس، غريبة الدنيا دي. ابتسم وكمل وهم متابعينه باستغراب: بجد بجد رب صدفة خير من 1000 معاد يا أنسة سندس. انت مين يالا؟ اسمي عبد الرحمن يا عمي، ناديني عبده. وانت مين بقى يا عبده؟ وقف سامي بالعافية وقال بصوت عالي: قولي بقى انك دايرة على حل شعرك، انت مين؟ عاشقها؟
قالها وهو بيبص لعبد الرحمن وبيشاور على سندس. بص حسام لأبوه مستنيه يرد على الاتهام اللي في شرف بنته، ورد فعلا، بس الرد صدمهم. والله فاتتني دي، عشان كده مصر على الطلاق يا اختي؟ رفع حسام صباعه قصاد ابوه. انت سكت على اهانة بنتك؟ شد سامي من ياقة تيشيرته وقال وهو بيضربه في بطنه، انا بقى مش هسكت. نزل حسام ضرب فيه ومحدش عارف يشيله. عبد الرحمن بص لسندس وقال وهو بيوطي يكلمها من الشباك، شايفة بيضربه ازاي؟ ابتسم بفخر وهو بيغمض عينيه بثقة. اصل انا اللي مدربه يا بنتي. ابتسمت على كلامه وهو فتح الباب من غير ما حد فيهم ياخد باله. كانوا مشغولين في انهم يحوشوا حسام عن سامي. شدها من ايديها ونزلها من العربية، جري وهو ماسك ايديها وهي بتجري وراه، وهي سامعة صوت ابوها، بتهربي معايا بنت الكلب. ساب حسام سامي اللي مبقاش عارف يتحرك وكتف ابوه قبل ما يلحقهم، والتاني بيحاول يزقه بعيد وهو بيزعق، سيبني سيبني يا حيوان. عرف اخيرا يزق حسام بعيد ووقع على الارض، بس عبد الرحمن كان بعد عنهم بمسافة كبيرة. وقف عبد الرحمن وساب ايد سندس اللي كانت بتاخد نفسها بصعوبة بعد كل الجري اللي جريوه بدون انقطاع. بصت ناحية الطريق ورجعت بصت لعبد الرحمن وقالت، هي انت هتوديني فين؟ حسام قال لي اتصل عليك وانك هتتصرف. هاخدك عندي. ايه بترقعي بالصوت وخلاص؟ هاخدك مثلا في بيتي كده واحنا لوحدنا؟ ليه؟ هو انا مش مسلم وعارف ديني ولا ايه؟ نتجوز بعدين نعمل كده يا ستي. انت حركاتك دي زادت قوي على فكرة. جواز ايه ده اللي هيبقى منك؟ هوديكي بيتنا مع امي، هي ست عسل كده وتتاكل اكل زيك كده. وطت جابت طوبة من على الارض وحدفتها فيه وقالت بعصبية، ما بس قرف بقى. يا بنت التحفة. كملوا مشي بصمت لحد ما وصلوا قصاد عمارة كبيرة. دخلوا من المدخل بتاعها وقال بجدية، أمي عايشة لوحدها، هي بجد طيبة ومش هترفض وجودك وهتحسي كأنك في بيتك. وقف على السلم وبصلها، هيكون وضع مؤقت لحد ما سامي يطلقك ونعرف ناخد منه حقك في البيت، أنا مش هعيش معاها لو انت موجود. ما تسيبيني أكمل كلامي. أنا مش هبقى موجود هنا، هفضل في شقتي اللي بجهزها علشان جوازي. خبط على الباب وهي وراه. فتحت له ست كبيرة كان باين على وشها العصبية، خصوصا لما زعقت، أما إنك عيل ابن صرمة بحق وحقيقي، كنت فين يا صايع يا ضايع يا شحط؟ ابتسم بتوتر وهو في حضنها. أمي حبيبتي، روحي روحي روحي، خدي بوسة. ابتسمت سندس على طريقته، وأمه لاحظت وجودها فزقته وقالت وهي بتقرب منها وبتبتسم، سندس ده انتي أحلى خالص من السوق. شوفي ايدي كده مالها يا ماما. فهمت أمه قصده ودخلوا كلهم جوه. فهمها عبد الرحمن الوضع وهي رحبت جدا بسندس اللي نوعا ما حست براحة. قام وقف عبد الرحمن بعد ما وضح كل حاجة وقال، همشي أنا يا ماما، خلوا بالكم على بعض. راح ناحية باب البيت وسندس راحت وراه بسرعة. عبد الرحمن سقف وقال وهو بيلف، بيحب حنان. هسألك كمان مرة، لما شفتك في الشارع كان صدفة؟ غمز أو مش صدفة. سابها ومشي وهي اتنهدت وبترجع لجوه. قعدت جنب نبيلة أم عبد الرحمن اللي قالت وهي بتطبطب على ظهرها، ما تتكسفيش مني يا سندس، ده أنا زي حماتك يا حبيبتي، قصدي زي أمك يعني. ابتسمت سندس وهي بتحرك راسها. سابتها نبيلة وقالت وهي داخلة المطبخ، هجهز لقمة ناكلها سوا أنا وانتي، قومي كده اتحركي انت في بيتك يا بت. دخلت وسابتها بتتفرج بعينيها على الشقة. سمعت صوت خبط على الباب وصوت نبيلة من جوه، افتحي يا سندس، تلاقيه ابني اللهبل نسي حاجة. ابتسمت وقامت تفتح، بس ابتسامتها تلاشت لما شافت حماتها قصادها
حاطة ايديها في وسطها وبتبص لها بغل. اتخضت سندس ورجعت خطوة لورا، والتانية لسه على وضعها. قربت من الباب علشان تقفله بسرعة، لكن ايد حماتها كانت أسرع وهي بتزق الباب لورا بقوة. وقفت قصادها وقالت وعينيها بتدور في الشقة: بتخونيه وانتي على ذمته يا أتريكي بتتلككي عشان حتة قلم خدتيه على وشك. زعقت سندس بنفس صبر من كل اللي بيحصل فيها: انتي بتقولي ايه بكذب؟ ايش حل لسه شايفة الواد نازل من العمارة. جت نبيلة على صوتها بخضة وقالت لما شافت حمات سندس: الله، انتي مين يا ست انتي؟ ايه ده؟ دي حماتك التانية ولا ايه؟ وانتي مالك يا اختي؟ من بقية اهلها انتي؟ تعرفيها يا سندس؟ حماتها يا اختي، انا حماتها. عايزة ايه يعني؟ نعم يا حماتها، هاخد السفلة دي معايا. اتصدمت نبيلة من الكلمة اللي قالتها، وقالت وهي بترمي المعلقة اللي كانت في ايديها: لا ده انتي ولية حرباية وعايزة رباية بصحيح. اطلعي يا ست انتي برا. مش طالعة غير وهي معايا. وماله يا حبيبتي وماله؟ قربت منها نبيلة وشدتها من حجابها بقوة وهي بتزقها لبرا، والتانية بتحاول تفلت منها، لكن قوة نبيلة كانت أكبر. زقتها لبرا وقالت وهي بتنفض ايديها: خدي بالك في كام خصلة من حجابك طلعوا برا، دخليهم لحسن اشيل ذنبك. قفلت الباب في وشها ولفت لسندس اللي كانت كاتمة دموعها بالعافية. شهقت نبيلة بصدمة وقالت وهي بتقرب منها: يا لهوي، انتي هتعيطي على كلام الست الحربوقة دي؟ وحضنتها جامد. لا يا سندس، ملكيش حق يا ستي، والله هروح اجيبها واكمل عليها. ابتسمت سندس وقالت وهي بتطبطب على كتف نبيلة اللي حضناها: انا كويسة يا طنط. طب تعالي ادوقك العجة بتاعتي. يا لهوي عليها وعلى طعمها من ايدي يا بنتي يا سنسن. كان واقف حسام قصاد ابوه اللي زعق وهو طالع لفوق: من النهاردة لا اعرفك ولا انت ابني، طالما بتساعد الحقيرة دي على اللي بتعمله يبقى تمشي ومش عايز اشوفك تاني. اتنهد حسام وركب عربيته ومشي. كلم عبد الرحمن اللي رد عليه: حبيبي الغالي، عملت ايه يا عبده؟ وديتها عند امي ورايح بيتي اهو. شكرا يا عبد الرحمن، حقيقي مش عارف اشكرك ازاي على كل حاجة. ما اصلك عايز تتربى، بتشكرني ياض. سلام، دلوقتي هروح لها البيت بكرة الصبح، ابقى تعالى. طيب يا عم، سلام. قفل معاه. كان وصل قصاد البيت، بص النيرة اللي كانت في العربية وقال بقسوة: انزلي. نزلت بتوتر وطلعت على فوق بسرعة وهو وراها. دخلوا البيت وهي وقفت قصاده وقالت: هي سندس فين دلوقتي؟ سابها ودخل وهي وراه ولسه مكملة: طيب هي في مكان كويس؟ شغلك قوي، انتي قلت لها ايه خليها تمشي وتسيب البيت؟ ما ردتش برضه وهو قال بتريقة: ايا كان اللي قلتيه فهو اللي وصلنا لكده، كان زمانها دلوقتي نايمة معانا في امان بدل كل القرف اللي حصل ده. مشي وسابها قاعدة على السرير بتفكر في كلامه. هي فعلا السبب. تاني يوم راح عبد الرحمن البيت، قعد في الصالة قصاد أمه اللي كانت بتحكيله اللي حصل امبارح من حمات سندس. رد على كلامها وهو بيهز رجله بعصبية: وليه يا قرشانة عايزة الحرق بجاز وسخ؟ قطع كلامه وبص لمامته وكمل: بجاز نضيف، مش قصدي. طلعت سندس بعد ما لبست الحجاب وانضمت ليهم. هو حسام جاي؟ أيوة جاي كمان شوية. عدى شوية وجي حسام اللي أول ما دخل حضن سندس وقعد جنبها. كانوا بيتكلموا في موضوعها لما الباب خبط بقوة، وكان أشخاص كتير بيخبطوا عليه. قام عبد الرحمن يفتح وجنبه حسام. اتفاجئوا بسامي وأمه ومعاهم أبو حسام. أخد عبد الرحمن نفسه وقال وهو بيسند على الباب: تاني يا سومة؟ جاي وبقلب جامد تاني؟ عايز تترن علقة تاني زي بتاعت امبارح ولا ايه؟ بص حسام لأبوه اللي قال: فين المحروسة أختك؟ هو ده بيت مين اللي انت جايبها فيه ده؟ ردت أم سامي بسرعة وهي بتشاور على عبد الرحمن:
بيت البيه تلاقيه عاشقها. قطعها عبد الرحمن وهو بيسقف قصاد وشها. بس 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 يا وليه يا لكاكة انت بس. مش بودي يا حبيبتي اللي بيعمل الحاجات الحرام دي، ده انا متربي 5 مرات والواد حسحس يشهد. الباقي على ابنك اللي بيمد ايده على واحدة نسوان. كمل حسام كلام صاحبه وهو بيبص لسامي. وانا بصراحة مامي قالت لي وانا صغير اللي يمد ايده على واحدة ما يبقاش راجل. بص عبد الرحمن لحسام بصدمة مصطنعة وقال: سبحان الله، انا نبيلة كانت بتقولي كده برضو. من الاخر انا جاية راضي سندس ورجعها معايا. قالها سامي وهو بيبص لحماه وامه. عبد الرحمن بص لحسام اللي بدله نفس النظرات، وفجأة الاتنين ضحكوا بهستيريا، وعبد الرحمن بيقول: اضحكني اضحكني يا ابن العبيطة. زعق ابو حسام: اسره هيخش يعتذر للسنيورة وتيجي معاه، حصل غير ده يبقى هيتبني بينا عداوة أبدية. مسح عبد الرحمن على شعره: يا ربي أنا بموت في العداوة الأبدية يا عمي. كان حسام ساكت لحد ما مسك إيد سامي وقال وهو بيبص لأبوه لأم سامي: هيعتذر وهي ليها قرار، توافق أو لأ. شدوا لجوه وبسرعة قفل الباب وقال لعبد الرحمن: بالترباس يا عبدو. دخل لجوه وزق سامي اللي وقع على الأرض وهو بيبص لسندس بغل. وطى مستواه وقال: فاكر ياض إني مدخلك علشان تعتذر لها؟ ده انت ليلة أمك كروهات يلا. بص حسام لأخته اللي كانت بتبص لسامي بقرف وقال: هتطلقها وحالا. عبد الرحمن قرب منهم وقال وهو بيبص لسامي: دلوقتي. سامي فضل ساكت وحسام وقف وشمر كمامه. عبد الرحمن قال وهو بيطبطب على ظهر سامي: ياض طلقها ياض بدل ما يتعلم عليك. ياض انا خايف عليك، ده بيلعب كمال اجسام ياض. بص لسندس وغمز: اصلا انا اللي مدربه فخايف عليه بقى وكده. اللهم صل على النبي، ابني ده يا سندس. هطلقها، قالها سامي وهو بيحاول يقف لانه ما كانش لسه اتعافى من ضرب حسام ليه امبارح. عبد الرحمن حضنه وقال وهو بيبوسه من خدوده: خد بوسة هنا وبوسة في الشمال. بعد عنه وقال وهو بيشاور على سندس بابتسامة واسعة: يلا طلقها، يلا 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 يلا. نبيلة همست لنفسها: يا مدلوق يا ابن الجزمة. فجأة وقفت سندس وخلت الكل يستغرب. وقفت قصاد سامي اللي ابتسم وقال: سامحتيني؟ قطع كلامه ضربة من ايديها على وشه وسكتته. عبد الرحمن حط ايده على وشه كأنه هو اللي اتضرب وهمس لحسام: شفت الكف العشاري ده يلا؟ ابتسم حسام بفخر ووقف جنب اخته، وقصاده سامي المصدوم من ضربها ليه، وجنبه واقف عبد الرحمن اللي بص في ساعته وقال: لا انجز يلا، ورانا مصالح وتجهيز قاعة بعد 3 شهور عدة، طلق وانجز. كان سامي بيتنفس بسرعة وهو بيبصلها بغل، وهي واقفة قصاده ببرود ظاهري عكس دقات قلبها السريعة: انت طالق يا سندس. أخدت سندس نفس طويل وابتسمت بسعادة وكأنها اتحررت مش اتطلقت. مسك حسام كف ايديها بيطمنها وقال وهو بيبص لسامي ببرود: بالتلاتة. جز سامي على اسنانه وكمل: انت طالق يا سندس. بصله عبد الرحمن بترقب وحماس لباقي كلامه، وسامي قال آخر كلامه: انت طالق يا سندس. غمض عبد الرحمن عينيه وقال وهو بيمسح على قلبه: حاسس ان اتغسلت من جوه. بص سامي لحسام اللي قال بتحذير: تجهز ورق الطلاق وتجيبهولي الشغل وتيجي معايا. تفكر تعمل حركة كده ولا كده هتلاقيني نططلك كده. قالها وهو بيقرب ايده من عينيه بدرجة كبيرة. فسامي اتخض ورجع لورا. حاوط عبد الرحمن كتف سامي وقال وهو بيلف ويمشي معاه ناحية باب البيت: شوف كده باب الشقة عايز منك ايه. فتح عبد الرحمن واتفاجئ من هجوم ابو حسام وام سامي على جوه وهم بيزعقوا وما وقفوش غير على جملة سامي: طلقتها خلاص. لفت له امه اللي قالت وهي بتقرب منه: بمزاجك ولا حد عمل لك حاجة؟
طب كويس ان حضرتك عارفة انه لا مؤاخذة يعني مش راجل وبيتعلم عليه. كانت لسه هتزعق بس شدها وقال وهو بيبص بصة أخيرة لسندس: تعالي يما، يلا نمشي. نمشي؟ نمشي ده ايه؟ ده انا مش هسكت. قامت نبيلة وقفت قصادها وزعقت: انا ساكتة من الصبح يا ست انتي على حركاتك دي، لكن انا ما بحبش بيتي يتملي بالاصوات الكريهة، يا تخرجي بالذوق يا تطردي بالادب. طبطب عبد الرحمن على كتفها وقال بفخر: جدعة يا نبيلة، هو ده الكلام يا جامدة. بالفعل خرج سامي ومعاه أمه اللي ما بطلتش زعيق وغلط في سندس وأخوها. خرج أبو حسام اللي وقف قصاده وقال: ما خلصتش يا حسام، ما خلصتش يا ابني، وهجيبك يا سندس عشان ما بقاش راجل كبير كده وولادي يغفلوني عشان المحترمة بتخون جوزها. قال الكلمة الأخيرة وهو بيبص لعبد الرحمن اللي رفع شفته لفوق وقال بقرف لنفسه: ذكر حرباية بيتكلم، يا ستير يا رب. خرج أبو حسام وحسام حضن سندس وطبطب على ظهرها وهمس في ودنها وهو بيمسح على راسها. مرضية بعدت عنه وقالت بهزار: يعني والله أروح أجيب سامي أطلع غلي فيه، ها. ضحكت وهو بص لعبد الرحمن اللي كان بيكلم نفسه: عقبال حضن كاتب كتابك يا بودي انت وسنسن. فاق على صوت حسام: شكرا يا عم عبده، والله ما عارف اقولك ايه. ما تقولش ياض، مفيش بينا كده، اعمل، انا بحب الافعال مش الاقوال. واطي يا عم، بس قول عايز ايه. جوزني سنسن اختك. شهقت نبيلة وضربت على رجليها بصدمة. يا لهوي. كانوا ساكتين كلهم بيبصوا لعبد الرحمن بصدمة وهو على وضعه بيبتسم بثقة. شدته نبيلة من دراعه وبصت لحسام وقالت وهي بتضحك وبتوتر: ياني على هزاره البايخ ده، عيل سمج ابن سمجة من يومه. عبد الرحمن رفع حاجبه باستغراب وهي برقت له بعينيها علشان يسكت. طبطبت نبيلة على ظهر سندس وقالت وهي بصة لحسام: روح انت دلوقتي يا حسام، وسندس معايا هنا، ما تخافش. سندس بصت لحسام وقالت بإحراج وهي بتبص لنبيلة: لو سمحتي يا طنط، هنزل مع حسام أجيب حاجة وأطلع. حاجة إيه بس يا بنتي؟ قولي لو عايزة حاجة وأنا أبعت الواد عبده يجيبها. قطع عبد الرحمن كلامها لما لاحظ نظرات سندس لحسام وكأنها عايزة تقوله حاجة. ما خلاص يا نبيلة، سيب البناية تنزل مع أخوها. الله. نزلت سندس مع حسام وركبت معاه العربية وهو باصص لها مستني يعرف سبب نزولها معاه. كنت عايزة أتكلم يعني معاك بخصوص نيرة. ما تجيبيش سيرتها خالص قدامي يا سندس، أنا بجد مش طايقها. بس ده حقها يا حسام. حقها؟ هو إيه اللي حقها يا سندس؟ وبعدين في حاجة أنا عايز أعرفها، هي قالت لك إيه خلاكي تنزلي من البيت؟ مش مهم يا حسام، المهم إن نيرة حقها تزعل. أنا في نقطة ما أخدتش بالي منها وهي أيام خطوبتك منها، كنت فعلا بتخرجني معاكم معظم الخروجات، فيمكن ده ضايقها. مش كل الخروجات يا سندس، مش كلها كنت بتبقي معانا فيها، ده غير إن يعني ما كنتش بحب أكون معاها لوحدنا، وهي ما كانش عندها اخوات ولاد، حتى أبوها كان بيرفض يجي كمحرم، فكنت باخدك معانا. يا حبيبي أنا والله فاهمة قصدك، بس هي لأ، يمكن في مرة كانت حابة تحكي لك على حاجة مثلا واتكسفت مني، أكيد حصل كده. ما تبرريش ليها يا سندس، نيرة غلطت وأنا مش هسامحها بسهولة كده. ما قلتش سامحها بسهولة، بس عاتبها وخليك حنين معاها يا حسام، وهي بجد طيبة قوي، بس غيرتها مني بس عملت كده. مع كل كلمة قالتها كانت بتفتكر معاملة سامي ليها، قد إيه كان نفسها في راجل حنين يفهمها، راجل يحترمها ويقدرها، مش مجرد واحد ماشي ورا كلام أمه. هز حسام راسه بماشي وبعدين قال بعدها بشوية: عبد الرحمن كان بيتكلم بجد يا سندس، أنا ملاحظة طريقته من بدري، بس أنا مش هوافق يا حسام، أنا مش مستعدة أدخل تجربة زي دي تاني، بقول كفاية عليا كده،
وبعدين ما اعتقدش طنط نبيلة هتوافق بمطلقة. رد فعلها فوق: أنا أكيد مش هجبرك، بس هديكي نصيحة يا سندس، عبد الرحمن ده واقع وقعة سودا من بدري، وطنط مش كده. رد فعلها فوق كان بسبب ابنها الغبي اللي بيختار أوقات زفت زيه. بس هي رجع يضحك تاني، وهي قالت وهي بتضحك على ضحكه: في ايه يا عم؟ ما علينا، هديكي نصيحة كمان وأتمنى من كل قلبي تعملي بيها. وافقي على عبد الرحمن بعد العدة، وخدي فترة زي خطوبة كده، وشوفي بعدها قرارك ايه. ان شاء الله لما يخلص الطلاق الأول يا حسام، أنا معاكي في كل وقت وأي وقت يا سنسن. الدلع ده شكله وراه حاجة كبيرة. شغل العربية وقال: هوديكي سوبر ماركت تجيبي منه أي حاجة زي ما قلت ليهم. ودها ورجعها تاني، وبعدين مشي وهي طلعت ليهم تاني. كان الباب متوارب، وهي كانت هتخبط برضو احتراما للي جوه، لكن ايديها اتعلقت في الهوا وهي سامعة صوت نبيلة العالي: يخرب بيت سنينك يا ابني، انت عايز تشلني؟ ما تجادلنيش، انا اضرب مصلحتك. قعدت نبيلة وقالت بذهول، وسندس لسه سامعة كلامها: يا لهوي، جواز ومن سندس؟ ده انت اتهبلت باين. يا راجل، مش دي روحك وحبيبتك ونن عينك؟ ده انت بتاخدي صورها مني عشان تخليها معاكي، ولا كأنها بنتك انتي. وقفت نبيلة مسكته من ودنه وقالت بعصبية وهي بتجز على اسنانها: يا حمار يا ابن الحمارة، البت لسه مرمي عليها الطلاق، تقوم انت زيك زي البغل تطلب ايديها؟ مفكر نفسك مين بروح امك؟ اتنهدت سندس براحة بعد كلامها، وحست لوهلة انها زي الباقي كذابين ومنافقين. بقت عايشة في رعب من كل الناس حواليها من كمية النفاق اللي تعرضت ليه. خبطت على الباب رغم انه كان مفتوح. فتحت لها نبيلة اللي شدتها بتلقائية لجوه: ايه يا سندس، انتي غريبة يا بت، ده انتي بقيتي بنتي خلاص. بصت للأكياس اللي في ايديها وكملت بعتاب: كده؟ طب ما الأكل جوه هو يا بنتي. مش قصدي والله يا طنط، أنا حابة أدوقك أكلي، ايه رأيك؟ ردت عليها بحماس وهي بتشدها للمطبخ: يا لهوي، ده يا نهار حلاوة خالص يا ناس. كانت ماشية وراها وعينيها على عبد الرحمن اللي كان قاعد بيبص قصاده بضيق. قام وقف وقال بصوت عالي علشان يوصل لهم: أنا ماشي، استنى كل لقمة معانا علشان تدوق أكل سونسون، وخليك ناصح، ها ناصح. قعد مكانه تاني وطلع تليفونه يقلب فيه شوية قبل ما يقفله ويقوم يمشي اتجاه المطبخ. كانوا الاتنين جوه بيحضروا الأكل. نبيلة بتساعد سندس اللي حالها اتبدل كتير بعد ما اتطلقت. حست سندس بطلاقها بحرية غريبة، وكأنها كانت مقيدة لأعوام مش مجرد سنة واحدة. كان مراقبهم بابتسامة وهو شايفهم مرة بيضحكوا ومرة بيساعدوا بعض، وفي عقله بيتمنى تكون هي دي عيلته بعد 3 شهور من دلوقتي. وصل حسام البيت، كانت نيرة مستنياه من بداية ما خرج. أول ما سمعت صوت عربيته تحت فتحت الباب وفضلت مستنياه لحد ما طلع. تجاهلها ودخل، واتنهدت بيأس من إنه مش بيكلمها أو بيحاول يفتح مجال للكلام بينهم. رفعت عينيها بلهفة وهي بتمشي بخطوات أشبه للجري لما سمعت صوته بيندهها: نيرة. وقفت على باب الأوضة وهو شاور جنبه على السرير، ففهمت قصده وقعدت جنبه بصمت من الاتنين. سمعته وهو بياخد نفسه قبل ما يقول: انت شايفة نفسك غلطانة ولا لأ؟ ما ردتش عليه وثبتت عينيها على الأرض بكسوف وهي بتهز راسها بآه. وهو كمل: عارفة سندس قالت لي ايه قبل ما اجي من شوية؟ رفعت راسها بترقب وهو كمل بابتسامة وهو بيفتكر كلام أخته وهي بتحاول تطلع نيرة مش غلطانة. قالت لي إن غلطت يا نيرة، قالت لي ما كانش ينفع تاخدني معاك في كل خروجة بتخرجوها سوا، قالت لي روح صالح مراتك يا حسام وعاتبها. عينيها دمعت وقالت بندم: أنا والله ما بكرهاش، أنا ما بحبش اهتمامك بيها، غيرت منها لما حسيت إنك بتعاملها زيي ويمكن أحسن. عمري يا نيرة ما عملت كده خالص. سندس علشان ياما حكيتلك قد إيه أنا بحبها
فالكلام لزق في دماغك، فبقيتي تلزقيه مع كل فعل ومركزة في كل حاجة بعملها علشانها، وده اللي هيقلك إني بحبها أكتر منك. سندس أنا أخوها الكبير، وشفت معاملة أبويا ليها من وهي لسه عيلة، شفت سكوت أمي عن اللي بيعمله في بنته، فحلفت وأخدت على نفسي يمين أعوضها بأي طريقة. كانت نيرة ساكتة ومش لاقية كلام تبرر بيه لأنها متأكدة من صدق كلامه. آخر كلام هقوله في الموضوع ده يا نيرة علشان نقفل عليه. أنا مش عايز أعرف انتي قلتي إيه لسندس ولا هسألك عليه، بس أنا أختي هنا بيتها، ووقت ما تيجي مش تطرد من بيت أخوها في آخر الليل. أختي تعامليها زي ما بتعاملي أختك يا نيرة، مش هقولك اعتبريها أختك لأن دي حاجة تخصك، بس عامليها زي الناس علشان الحياة تمشي. وقف وسابها لسه قاعدة وكمل وهو رايح ناحية الدولاب. ولعلمك أنا زعلان لسه، بس اهو أديني عملت اللي عليا. كانوا قاعدين بياكلوا التلاتة على ترابيزة واحدة، وأول ما عبد الرحمن داق الأكل ساب المعلقة وسقف وهو مغمض عينيه بتأثر. الله! بص لسندس، هتبقي زوجة قمر ليا يا سنسن. والله أنا بفكر بكلامك ده أنزل أشوف فندق أقضي فيه الكام يوم دول أحسن. عيب عليكي، وبودي موجود. برقت له نبيلة وقالت كل يا عبدو، كل يا حبيبي. قوليلي يا سندس، تحب الصالة يكون لونها ايه، بيج ولا اوف وايت؟ سابت المعلقة وقالت وهي بتربع ايديها قول لي انت يا عبد الرحمن، انا ولا امك؟ اتصدم عبد الرحمن من سؤالها، وكذلك نبيلة اللي سابت الاكل وبصت لها باستغراب. اتنهد عبد الرحمن ومسك ايد امه. امي طبعا. ابتسمت سندس وحركت راسها بماشي، وهو فهم غرضها من سؤال زي ده. خلصوا أكل ووقفت تدخل الأطباق مع نبيلة اللي لسه بتفكر في كلامها. كانت سندس في الحمام ونبيلة قاعدة جنب عبد الرحمن وبتكلمه بهمس. هي قصدها ايه بكلامها ده؟ بص عبد الرحمن لأمه بغموض قبل ما يقول بصوت واطي زيها شكلها كده ناوية تاخدني منك يا ست الكل. لوت نبيلة شفايفها وقالت وهي بتشوح بإيديها فشرط، دي سندس دي حتة من قلبي ياض، البنت دي قلبي كده قلبي. الله الله يا ست ماما، مين ابنك أنا ولا هي؟ انتوا الاتنين. وانا بقى يا سعبدو محبش حد يتكلم عن بنتي سوء أبدا، لحسن أنا لساني طويل. ولم الليلة ها لمها. خرجت سندس بصت لهم باستغراب لصوتهم العالي، وعبد الرحمن اللي شد حاجته من فوق الترابيزة أنا أصلا ماشي ومش هتعرفي لي طريق. بس ياض يهبل انت. شدت سندس من ايديها وقالت بحماس تعالي يا سندوسة أوريكي أوضة عبده. إياكي يا نبيلة وربنا روح فيكي على السجن. امشي يلا هوينا. حاضر. سابهم ومشي وهي شدتها لأوضتها. بصت سندس للأوضة باستغراب. دي أوضة عبد الرحمن؟ لا دي أوضتي أنا، اقعدي لحسن عايزاكي في كلمتين مهمين قوي. قعدت سندس باستغراب وقصادها نبيلة اللي قالت وهي بتفتح درج الكوميدينو وبتطلع صور رفعتها قصاد عين سندس. دي صورك. مسكت سندس الصور باستغراب ونبيلة كملت كان يلقطلك الصورة من هنا وانا علقه واخدها منه من هنا. يا ابني حرام وعيب اللي بتعمله. يبجح ويقول يا ماما بحبها، حبه بورس حبيب امه. ضحكت سندس على كلامها وهي بتتفرج على الصور اللي كانت ليها كلها قبل جوازها من سامي. ونبيلة كملت وهي مبتسمة بحزن يوم ما اتجوزتي ما بطلش عياط قلب امه، بقى نايم صاحي في حضني على السرير هنا ولا العيل الصغير. رفعت سندس وشها لنبيلة وسألتها بهزار انتي عايزة ايه بالظبط يا طنط؟ والله ما عايزة حاجة، ولعلمك وافقتي عليه او ما وافقتيش هتفضلي بنتي يا سندس. هو ابني وكل حاجة، بس هنخصبك مثلا عليه ده نديه بالجزمة. ضحكوا الاتنين سوا وكملوا كلام. في لحظات سعيدة قطعها صوت الجرس، راحوا سوا يفتحوه واتفاجئت سندس بنيرة قصادها. دخلوا قعدوا جوه بانتظار يسمعوا سبب مجيها. نيرة بصت لسندس وقالت بإحراج وهي بتنزل عينيها لتحت
أنا آسفة يا سندس. وقفت سندس قعدت جنبها بسرعة وقالت وهي بتمسح على ظهرها: ليه بتقولي كده يا نيرة؟ ده انتي أختي والله، اوعي يكون حسام اللي قالك تيجي. ما قاليش حاجة، أنا جاية من نفسي والله بجد، ما كانش قصدي ولا كلمة من اللي قلتها. أنا عارفة قد إيه انتي كويسة وتستحقي كل خير. أنا آسفة قوي بجد. لا إله إلا الله، والله كمان مرة أنا آسفة هقوم ألطشلك. ها؟ يعني انتي مش زعلانة مني؟ تعالي معايا يلا البيت. اتكلمت نبيلة بهزار: لا لحد هنا وستوب، البت دي تخصني وتخص الواد عبده يا نيرة. روحي يا نيرة وانا هنا مع طنط، ما تقلقيش يا حبيبتي، وانا هتلاقوني نطلكم كل يوم، بس اخلص من سامي بس. فضلوا قاعدين بيتكلموا شوية وبيضحكوا لحد ما نيرة قامت مشيت. عدى 4 شهور على اليوم ده ما بين محايلة عبد الرحمن لسندس وكذلك كلام نبيلة ونصايح حسام ليها، لحد ما في يوم دخل عبد الرحمن البيت، وأول ما دخل من الباب قال وهو بيسقف: بقول يا سندس نقصر ونروح دلوقتي لعمك حمدي المأذون ونكتب. ها قلتي ايه؟ موافقة؟ يا نهار قمر، يلا بينا. بصت له سندس ببلاها قبل ما توقفه: عبد الرحمن، أنا مش عايزة أعيش مأساة تانية. بقولك هتتجوزي بودي، عارفة ده معناه ايه؟ بصت له باستغراب وهي كاتمة ضحكتها وهو كمل: يعني يا نهار فرفشة ونعنشة وحلاوة ومفيش نكد أصلا، بينا على المأذون يا أختي. كانت نايمة على السرير بتعب وهو قصادها على كرسي ماسك إيديها. يا عبد الرحمن شوية برد وبعرف أتحرك، ناقص تربطني في السرير يا أخي. دخلت نبيلة من باب الأوضة وهي شايلة أكل في إيديها. بس قال تقومي، قال مفيش حركة غير لما تبقي أسد كده، أسد. يا طنط بقول دور برد عادي والله. ضغط عبد الرحمن على كفها وقال: خلاص يا سندس جدال بقى، أنا قلت مش هتتحركي غير لما تتحسني، يلا كل الخضار ده يلا. بصت سندس لنبيلة اللي قعدت جنبها وبدأت تعدل لها قعدتها علشان تاكل. بصت لكف عبد الرحمن اللي ماسك في كفها بقلق وكل شوية يشوف حرارتها، كمية حب ما كانتش تتوقع تحصل عليه قبل كده. خططت لمستقبل بائس مع سامي وامه، لكن يبدو ان تدابير ربنا كانت اقوى من تخطيطاتها. ربنا ما بيخذلش حد، ربنا بيبتلي علشان يشوف مقدار صبر البني آدم، وجايزة البني آدم الصبور هي العوض. قارنت سندس بين سامي وعبد الرحمن ونبيلة وأم سامي، وشافت قد إيه الفرق شاسع، وفي الختام فكرت إنها هتبقى في دوامة مفيش ليها نهاية، لكن ما كانتش تعرف المستقبل مخبي ليها إيه، ما كانتش تعرف إن تدابير ربنا أقوى من كل ومن أي دوامة، وبالنهاية ربنا عوضها بالعوض الجميل.